السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أخوان معي قصة راح تحزنكم كثير. نسأل الله السلامة. قصة بين رجل وامرأة، عفوا بين دكتورة ورجل يمني من رداع. حصلت معهم قصة جميلة جدا جدا جدا، ولكن راح تزعلون زعل شديد في نهاية القصة. هذه دكتورة بروفيسورة كبيرة، جراحة قلب، أعجبت بشاب يمني من رداع. هذا الشاب كان عنده حالة مرضية، سافر إلى مصر، كان عنده أحد من أهله نسأل الله السلامة فيه مرض الكانسر أو ما يسمى السرطان. فكان في الوقت والآخر يلتقي بهذه الدكتورة، فشفقت عليهم الدكتورة مرة من الأيام، قالت لهم إذا كان عندكم، لأنه كان تشوفه أن فيه شح في المصاريف وفي النقود، فقالت له أنا عندي شقة في قريب المستشفى، وش رأيك تأخذ الشقة هذه أنت وأهلك تسكنوا فيها، وأنا بكون أدبر حالي مع صديقاتي. فرح الشاب وقال خلاص ما راح ندفع إيجار، وراح نسكن بلاش. المهم الله يجزاها خير، أعطتهم الشقة يوم ورا يوم، لين خلاص جاء الوقت اللي يسافر فيه اليمن. الشاب سافر اليمن وقعد فترة بينما هم في تواصل، كيف المريض، كيف كذا، ايش نسوي، كيف كان يستعمل كيماوي. توفى الله المريض هذا الله يرحمه اللي كان فيه السرطان. قالت يا فلان أني راح جايك لليمن عشان أعزيك. قال لها طيب، يعني مشى لها الوضع، قال لها خلاص لا عاد تجينا وذا الله يرحمهم وذا. قالت لا أني جاي أعزيك. يعني الرجال قال هذه ما راح تجي، بس تبي يعني تبرر الموقف. فجأة إلا وجاه اتصال من مطار عدن. فلان قال لي، قالت أني فلانة الدكتورة. استغرب، قالت له عطني اللوكيشن. قال يا بنت الحلال وش من لوكيشن؟ ترى حنا في اليمن ما عندنا لوكيشنات ولا عندنا الأمور دي. أنت الحين في جنوب اليمن وأنا في شمال اليمن، أنا في رداع، في منطقة اسمها رداع. قالت عطني اللوكيشن أنا جاية أعزيك. يا سلام، وش المغامرات هذه؟ قال لها طيب اصبري ساعات وأنا بجيك. راح أخذ عمته، أخذ أخته، خالته تقريبا، وانطلقوا إلى مطار عدن لاستقبالها. قال لها خلاص احنا استقبلناك، وإذا اقعدي في الفندق لأن الطريق وعرة، وإذا وانت دكتورة وانت بنت فلان، لأنها بنت أكابر، أبوها جراح في الولايات المتحدة الأمريكية، أخوها جراح في لبنان، يعني البنت من عائلة ثرية جدا جدا جدا. وكيف يعني جيتي للولد الفلاح هذا وقطعتي مسافات عشان تعزيه؟ القصة وما فيها أنها ذهبت إلى رداع وعزته، قعدت 3 أيام ورجعت إلى مصر. اتصلت عليه قالت لي يا فلان إني أعجبت فيك وأريدك على سنة الله ورسوله. قال يا بنت الحلال أنا ولد فلاح ما معي حتى قوت يوم، أنت من الأكابرة. تخيل المنظر اللي أجي أطلب يدك وأنا بالشكل هذا من أهلك. قالت لا الشكل ما هو عيب. قامت قطعت له جواز وسفرته لوين؟ للبنان. خلته يقعد مع أخوها في لبنان، ما شاء الله يعني دكتور كبير. قعد معه وعلمه وفهمه ويعني وتكتكه شوي. 6 أشهر ورجعت. قالت له يا فلان يلا أنا جاهزة عشان تتقدم لي، وأعطته مبالغ هائلة
لكي يدفعها لأبوها، لأن أبوها ما عنده إلا البنت هذه تقريبا، وهو عارفة أنها بيطلب منه شيء يعني خيالي.